السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم أحبابي؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يلا سنة أولى جواز يجمع عندي إن شاء الله. النهاردة هنعمل مع بعض الملوخية. طبعا ستات البيوت الحلوين اخواتنا وأمهاتنا وستاتنا كلهم عارفين بيعملوا الملوخية. احنا النهاردة الدرس ده للي لسه سنة أولى جواز أو أولى مطبخ لسه بيتعلموا، بناتنا الحلوين الصغيرين. إن شاء الله معانا الملوخية نجيبها ناشفة مش مبلولة عشان تبقى حلوة. تتقطف كده. هنقطفها وإيه بالعرق بتاعها، لأن العرق هو اللي هيعمل عرق للملوخية وبيخليها مسكرة إن شاء الله. هتبقي أستاذة فيها، والنهاردة هنعملها بطريقة حلوة، ولا بالمخرطة ولا بالكبة إن شاء الله. الطريقة دي تعجبكم تعتمدوها. زي طريقة الشركات إن شاء الله، زي الأكياس اللي بنجيبها كده من الشركات المجمدة، نفس الطريقة دي في منتهى الجمال. بسم الله ما شاء الله عليها. شايفين كده حبايبي بقطف ازاي؟ مش باخد العرق كله، انا باخد حتة من العرق بس زي ما انتوا شايفين. ان شاء الله هنجربوا الطريقة، وما تنسوناش من الاشتراك واللايك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد، فضلا وليس امرا احبابي. هنخلص الكمية كلها. المخرومة، الورقة المخرمة مش هنرميها يعني. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي الحلوين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. طول ما احنا واقفين زي ما قلنا نعطر فمنا بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وذكر ربنا عشان ربنا يبارك في حياتنا. هنخلص بقى الكمية كلها وهنغسلها. اهي احنا كده غسلناها. اللهم بارك. بتغسليها ازاي يا حبيبتي؟ تحطها في بولة، في طبق بلاستيك اللي عندك، حطي فيه وحطيها في المية ونقعيها أول 10 دقايق، وتغيري المية وتدلقيها وتغيري المية. بس هتنشليها من المية تحطيها في المصفى، تدلقي المية وتشطفي الطبق كويس وتحطيها تاني 3 4 مرات كده لغاية اما تلاقي المية صافية ما فيهاش أي حاجة، زي أكنها نازلة من الحنفية. هنا بقى معانا ايه؟ حلة على النار فيها مية، حاطة فيها نص معلقة سكر. هنعمل ايه دلوقتي؟ هننزل بالملوخية. انا مش هسلقها، مش عايزاها تتسلق، انا عايزاها بس يا دوبك تنزل في المية، وهنطلعها على مية ساقعة. مية بقى فيها تلج، مية من الحنفية اللي يعجبك، المهم تكون مية ساقعة. زي ما انتوا شايفين انا حاطة السكر اللي في المية عشان السكر هيحافظ على الخضار بتاع الملوخية. زي ما انتوا شايفين كده حبايبي، هي يا دوبك بس اقل من دقيقة. اهو كده خلاص. هننشيلها بقى من المية على المصفى على طول. شايفين خضرة ازاي؟ ولا غمقت ولا اي حاجة. بسم الله ما شاء الله. ان شاء الله هتعتمد الطريقة دي، وجوزك هيقولك اعمليها لي على طول. اهو خلاص احنا كده صفيناها وحطيناها على مية ساقعة وصفيناها كمان. هنا الخلاط فيه طماطماية او طماطميتين زي ما انت عايزة، مضربهم في الخلاط، وحط عليهم فلفل حامي او رومي على حسب ما انت عايزة. وفص توم ضرباه ني في الخلاط مع الطماطم. هننزل بقى في الخلاط زي ما انتوا شايفين كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. اهي ضربناها في الخلاط. شايفين بسم الله ما شاء الله، خضرة تقيلة مش مريمة ولا اي حاجة. اهو زي ما انتوا شايفين. عايزة تفرزيها بقى تفرزيها من الطريقة الأول، يعني أول ما تضرب في الخلاط كده. اهو الشوربة غلت، حطينا فيها الملوخية. هنقلبها بقى كويس عشان ما تكلكعش ولا اي حاجة، وهنسيبها تاخد غلوة على عين البوتاجاز. غلوة واحدة بس، انا عايزة غلوة واحدة بس، وما تتغطاش يعني. اما نعمل الطشة بتاعتها مش هنغطيها، نسيبها شوية وبعدين نغطيها. زي ما انتوا شايفين اهو يا حبايبي. كده هي على عين البوتاجاز. بصوا شايفين؟ ولا عاملة ريم ولا اي حاجة خالص.
هي دوبك بس هتغلي غلو كده بقى، هي خلاص غلت. هنعمل لها الطشة. معايا هنا الطاسة فيها معلقة زبدة سمنة اللي يعجبك. اهو شايفين الملوخية اهي خضرة وتقيلة ولا مريمة ولا اي حاجة خالص زي العسل. هننزل معايا توم، انا عاملة 6 7 فصوص توم، انتي بتحبي التوم اكتر ما فيهاش اي مشكلة. وكزبرة ناشفة، دقنهم مع بعض وهنحمرهم كده زي ما انتوا شايفين. طريقة سهلة وجميلة ان شاء الله تعتمديها زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. هتاخد لون، انا مش عايزاها تحمر وتغمق مني قوي، لا انا عايزاها بس اول ما الريحة بتاعتها تطلع ولونها يغير. اهو هننزل بالطشة زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. انا غطيتها كده عشان كان بتطرطش، عشان ما تجيش على وشك ولا على ايديكي. اهو هننزل بقى اهي، انا بقى لازم اخد اللي في الجوانب بتاعت الطاسة طبعا. بسم الله ما شاء الله، كانت ملوخية عسل، طعمها في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين كده حبايبي. بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. شايفين اهو، ولا ريمة ولا اي حاجة خالص. بسم الله ما شاء الله. عملنا جنبيها طبق رز محمر، عايزة تعملي جنبها رز أبيض، عايزة تاكليها بالعيش، عايزة تعملي رز بشعرية، اللي يريحك واللي متاح عندك. بسم الله ما شاء الله. شايفين اهي خضرة مش مغمقة، الخضر بتاعها في منتهى الجمال زي ما انتوا شايفين. اهو هوريها لكم كمان من قريب. اهو شايفين بسم الله ما شاء الله، وتقيلة وحلوة وزي العسل، وطعمها كان سكر، أكننا بناكل سكر. اللهم بارك، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. وادي الرز، عايزه تعملي جنبيها بقى طبق شوربه لسان عصفور، طبق سلطه، بتنجان مخلل، ترشي، اللي يريحك والمتاح عندك. ان شاء الله تعجبكم الطريقه وتجربوها وتقولي لي رايكم في التعليقات الحلوه. ما تنسوناش من اللايك والشير والاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم من قناتي كل جديد. فضلا وليس امر. السلام عليكم.